نحن اليوم في مركز الإبداع الفني بالإسكندرية لحضور احتفالية شهر رمضان، احتفالية انتصارات أكتوبر المجيدة في شهر رمضان المبارك. وهذه الاحتفالية ينظمها بيت العائلة المصرية مع الثقافة، مع الإعلامي الكبير، أيقونة خدمة المجتمع المدني، أيقونة الوعي والثقافة بالإسكندرية، الدكتور المستشار الإعلامي الدكتور إبراهيم عبد الله. أهلا وسهلا بحضرتك، منورنا. وطبعا دائما في وعي للمواطن وفي ثقافة للمواطنين، ودائما في ندوات ولقاءات تثقلنا بالضيوف العظام اللي حضرتك بتشرفنا بوجودهم. حضرتك النهارده الاحتفاليه الكبيره بانتصارات الشعب المصري واراده الشعب المصري لتحقيق انتصارات اكتوبر. سريعا ناخذ من حضرتك كلمه، وايضا كلمه للشباب ولتربيه ابنائنا على حب الوطن وحب الارض وحب الدفاع عن الوطن. اتفضل حضرتك. اولا كل سنه وحضراتكم طيبين، وبشكر جدا مناره الاسكندريه، وانتم فعلا مناره للثقافه والتوعيه وايضا للاعلام، وانا سعيد جدا حضراتكم موجودين معانا النهارده، والحمد لله رب العالمين. انا كنت الحقيقه اجتهدت يعني جدا ان انا انظم هذه الاحتفاليه النهارده، لان الحمد لله رب العالمين لاول مره يتزامن العاشر من رمضان مع العاشر من مارس، ودي حاجه يعني جديده جدا علينا، ويمكن ما تجيش الا بعد 100 سنه تقريبا. لكن الحقيقه فعلا احنا لازم نذكر انفسنا ونذكر اجيالنا بما حدث في العاشر من رمضان من البطولات العظيمه التي خلدت وتخلد ايضا على مر العصور والاجيال، واللي قام بها الابطال. وانا سعيد جدا ان انا النهارده معايا في القاعه اكثر من 40 بطل، اكثر من 40 بطل، لكن اللي موجودين معانا النهارده هم ابطال ايلات بصفه خاصه، هم الموجودين ضيوف المنصه. وانا حاولت الحقيقه انوه لان المعركه دي او الموقعه دي قامت في اثناء ما يسمى بحرب الاستنزاف، التي يطلق عليها هي المعارك، لان فعلا حرب الاستنزاف اللي هي كانت موجوده ما بين 67 الى 73 هي دي اللي استنزفت قوى العدو ببعض المعارك والاشياء العظيمه اللي قاموا بيهم ابطالنا، اللي هم مثلا على سبيل المثال زي اللي هم دمروا ميناء ايلات اللي هم موجودين معانا النهارده. ولازم فعلا ان احنا ننوه ونعرف جميع يعني طوائف الشعب بعقولهم واعمارهم المختلفه ان فعلا الابطال دول عملوا ايه عشان مصر تبقى عظيمه، عملوا ايه عشان